هبقى كده ايه، بص على دي الاوثنتيكيشن سيرفيس، ماشي. هو في كذا حاجه، تمام، في لوجن، في ريجستر، في لوج اوت، ده اللي المفروض يعني هيكون تم عليه كل حاجه. في برضه حاجات تانية، سيرفيس تانية، زي انت مثلا عايز تتشنج الباسورد، تفورجيت الباسورد، تريسيت الباسورد، تمام. عندك برضه فيريفيكيشن سيرفيس، كونفيرم الايميل لو عايز تغير الايميل بتاعك، وحوار الاو تي بي وهكذا. فدي الاوث سيرفيس. لوجن، بعد ما بيعمل لوجن وبتشيك على الحاجه، ببدا ان انا اندى الفانكشن السيرفيس اللي هي اسمها كرييت توكن. طيب كرييت توكن دي بتاخد مني ايه؟ بتاخد مني التوكن ريكويست، ببعت لها اليوزر اي دي واليوزر نيم والايميل والرولز. تعال بقى نروح للايه، التوكن سيرفيس على طول. التوكن سيرفيس دي ببدا استخرج منها بقى الحاجات بتاعتي. جبت التوكن ريكويست اهي. جبت التوكن ريكويست دوت اليوزر اي دي واليوزر نيم والايميل والرولز، تمام. اول حاجه بعملها بعمل كليمز. تمام. الكليمز دي اللي هي من الاخر هي ايه، هو اعتبره كده هو ضمن الخلاط اللي هيتحط فيه ايه التوكن هيتباع، طبعا هيكون احرف كتير جدا. فمن ضمن الاحرف دي انا لما اجي افكها هقدر كده ان انا اكسس الاي دي، واقدر اكسس النيم، واقدر اكسس الايميل والرولز. ده مفهوم الكليم، تمام. طيب اديني عملت كليم لليوزر اي دي واليوزر نيم والايميل والرول، عشان ايه؟ اخليهم من ضمن الاحرف الكتير اللي هتتبعت في الايه، في الجي دبليو تي، عشان اليوم لما اجي افك الجي دبليو تي دوت اقدر اكسس الحاجات دي، تمام. طيب بعد كده، بعد ما خلصت، ندخل بقى على الجي دبليو تي ذات نفسه، التوكن ذات نفسه. بدات ان انا اكسس الاب سيتنج فايل ده. الاب سيتنج فايل ده فيه ايه؟ في جي دبليو تي اوبشنز. الجي دبليو تي اوبشنز دي فيها سكيورتي كي، والايشور والاودينس. سكيورتي كي دوت بيبقى كي بيتعمل بباسورد جنريشن، بيكون عباره عن 32 حرف، تمام، او اكتر يعني. ومهمته في السيجنتشر، اللي انت تبدا تخلي السيجنتشر ده يكون ايه، يكون مميز يعني. الايشور والاودينس هنستخدمهم، وهقول لك هنستخدمهم في ايه كمان شويه. طيب انا دلوقتي فين التوكن؟ توكن سيرفيس. دلوقتي انا جبت ايه، جبت السكيورتي كي ديت، تمام. هبدا اعمل الساين كريدنشال دي، استخدمت حاجه سيمتريك سكيورتي كي، بقيت اعمل انكودنج للسيكريت كي اللي احنا لسه شايفينه. بعمل له انكودنج عشان يبقى اسرع، وفي نفس الوقت يعني الميثود تفهمه. عملت له انكودنج يو تي اف 8 وبالبايتس للسيكريت كي اللي احنا لسه جايبينه. بعد كده عشان اعمل الساين كريدنشال بدات استخدم الميثود اسمها ساين كريدنشال، تمام. كل ده في مكتبه الجي دبليو تي اللي موجود. بدات استخدم ساين كريدنشال، ببعت لها الكي وببعت لها الالجوريزم اللي هنشتغل بيه. الالجوريزم اللي هنشتغل بيه هو ال اتش ماك اس اتش اي 256. ده الهاش اللي هيحصل، الهاشنج هيحصل ازاي، تمام. بعد كده ببدا اكسس الاكسباير تايم، التوكن ده يخلص امتى، فانا بقول له هيخلص مثلا بعد ساعه، تمام. وبعد كده ببدا الم بقى كل الحاجات اللي انا عملتها ديت، واحطها حاجه اسمها توكن ديسكريبشن، تمام، اللي هي بقى ابدا ان انا احطها في الخلاط، عشان الخلاط ده يتاخد كده ويتضرب كله بقى في بعضه ويطلع لي الاحرف الكتير دي. طب من جواه ايه؟ من ضمنها ايه؟ الايشور والاودينس. الايشور والاودينس ده، الاودينس بيكون مثلا، احنا برضو هنجيبهم اللي احنا لسه شايفينهم من الاب سيتنج فايل. الايشور ده اللي هو المفروض اللوكال هوست بتاعك، او الايه، الحاجه اللي انت بتهوست من عليها. الاودينس اللي هو الناس اللي هتسمعك، وفي الغالب بنحط له اسم الويب سايت وخلاص. طب دول مهمتهم ايه؟ مهمتهم ان انا دلوقتي لما يتبعت لي التوكن ده تاني بالداتا في الويب سايت، افهم ازاي ان التوكن دوت جاي لي فعلا طالع من الباك اند بتاعي، ما يبقاش طالع من باك اند تاني مثلا، او حد بيهاك عليا وبيبعت لي توكن ايه، مش صالح، او معمول من حته تانيه وانا اقبله وخلاص. يعني اول لما اشوف احرف معمول لها هاشنج وخلاص اقبله. بتشيك بقى ان انا بمسك التوكن ده، هنشوف برده كمان شويه ازاي بمسك التوكن ده افكه. لو لقيت فيه الايشور والاودينس والسكيورتي كي اللي احنا كنا حاطينهم هم يبقى ده خلاص هعتمده، تمام. خلاص يبقى انا كده احط الايشور والاودينس، هجيبهم من الجي دبليو تي اوبشنز اللي في السيتنج، والكليمز اللي احنا عملناها فوق. الكليمز اللي احنا قلنا بنستخدمها فوق ليه؟ عشان يوم لما افك التوكن ده ابقى معايا بيانات اليوزر، اقدر اعمل بيها اي حاجه في الابلكيشن، ما اخليش اليوزر يبعت لي بيانات بتاعته من بره، تمام. ادي الكليمز والاكسباير اللي احنا عملناه والساين كريدنشال بعد ما اتعملت، تمام. كل ده هيتحط في الخلاط وهيتضرب، وهبدا ان انا احوله اهو لسترنج جي دبليو تي سكيورتي توكن هاندلر دوت رايت توكن، وادي له التوكن ديسكريبشن. قال لك دي بتكريت توكن هاندلر ورايت التوكن تو سترينج فورمات ذات كان بي ريتيرن تو ذا كلاينت. هعمل حاجه اسمها دي تي او بتاع التوكن ريسبونس، ادي له التوكن وادي له الاكسباير اون، ده اللي هيرجع للفرونت اند. ده كده التوكن بيتعمل ازاي؟ ده كده التوكن السيرفيس بتاعت التوكن بتعمل ايه، عشان انا يوم ما هنده لها ابعت لها الدي تي او ده هيكون فيه الاربع حاجات دول. يبقى انا كده هيخرج لي ايه؟ انا هيخرج لي التوكن والاكسباير ديت بس، تمام. خلاص كده، في حد هنا في اي حاجه واقعه في الحته ديت، ولا اخش على اللي بعدها؟ مظبوط، خش على بعض. ماشي. ادي دي كده التوكن سيرفيس.
تعالى بقى انت دلوقتي لو حد هيبعت لك توكن، انت دلوقتي مثلا اليوزر ده عامل لوجن في السيستم بتاعك، تمام. هبدا ان انا بقى انا اضمنه ازاي ان هو لما يبعت توكن يكون هو اللي انا مطلعه عندي من الباك اند، فازاي اخليه اكسس حاجه تانية؟ عن طريق بقى حاجه هنا في الاكستنشن عاملينها اسمها security service extension. security service extension دي فيها كذا حاجه، تمام. اول حاجه انا بتشيك عليها في السكيورتي، عندي حاجه اسمها كاستم رولز. كاستم رولز دي اللي هي ايه؟ والله انا مدي لناس معينه هي اللي تكلمني. يعني انا ما بيتليش ريكوست من اي حته، ما ينفعش يجي هاكر مثلا يبعت لي من بوست مان مثلا ريكوست، او يبعت لي مثلا من سيرفر مثلا بيهاك عليا يبعت لي ريكوست. عندي حاجه في الاب سيتنج فايل اسمها allow origins. allow origins دي هنا داتا انا حاططها، دي بس الهوستس اللي تنفع تكلمني، تمام. ايا كان بقى اللوكال الهوست دوت مرفوع مثلا زي كده زي الثلاثه دول، او لامة هو لوكال هوست زي الثلاثه دول اللي هو الفرونت اند. لو اي ريكوست جالي عكس الحاجات دي كلها مش هقبله، تمام. دي اول حاجه في السيرفيس دي بتجيب ايه؟ بجيب الالا اوريجنز اهو من المكان دوت. وبعد كده ببدا اعمل سيرفيس دوت اد كورس اوبشنز، بعمل بوليسي اسمها كور بوليسي، تمام. بقول لها والله ان انت هتالاو اني هيدر واني ميثود والاو كريدنشال عشان السيجنال ار، وهي مش تسال في الحته دي، و وذ اوريجينز اللي احنا جبناها دي. غير كده ما تقبلش. ادي دي كده ايه الميثود الاولانيه، يعني نقفلها. الميثود الثانيه بقى اللي هي انا الجي دبليو تي لما بيجي لي انا هخليه يعدي على كذا حاجه، تمام. والله اول حاجه بقول له ان الاوبشنز دوت ديفولت اوثنتيكيشن سكيما هي الجي دبليو تي بيرر ديفولت دوت اوثنتيكيشن سكيما. كل دي حاجات في المكتبه تستخدم. هو احنا مثلا السطر ده بنستخدمه ليه؟ قال لك سيت ذا ديفولت اوثنتيكيشن سكيما تو جي دبليو تي بيرر، تمام. شفت انت لما تيجي تبعت في الهيدر حاجه فيقول لك احنا بنستخدم الجي دبليو تي بيرر توكن، انا هنا بقول له ان خلي بالك اللي هيجي لك ولا تبص الكوكيز ولا تبص الاستورج ولا سيشن ولا غيره، كل اللي انت هتبص عليه هيكون البيرر توكن بس. وهنا نفس الكلام بقول له الديفولت تشالنج سكيما. ديفولت تشالنج سكيما ديت اللي هو انت دلوقتي لو بعت له حاجه ان اوثرايزد هيبدا ان هو يرفضها، تمام. ده كده مهمه السطرين دول. تعال بقى نشوف ايه الاوبشنز بتاعتنا. والله اد جي دبليو تي بيررز الاوبشنز بقى بتاعت الجي دبليو تي. اول حاجه انا مش هسيبها السيف بفولس. طب ليه السيف بفولس؟ عشان انا عندي بعد ما انا اخد منه الجي دبليو تي انا هتاكد ان هو تمام، خلاص انا مش مضطر ان انا اسيفها. انا مش عايز اسيف الداتا بتاعته عندي. ليه؟ لان هو مع كل ريكوست هيعملها كده كده هيبعت لي التوكن تاني، وانا هفضيه تاني واخد منه الداتا تاني، فانا مش عايز اسيفها عندي في الرامه، او مش عايز اسيفها عندي على الموقع، تمام. بعدها اوبشنز دوت ريكواير اتش تي تي بي ميتا داتا. ده بيقول لك ايه؟ ده بيضمن موضوع بيبريفنت في النتورك سكيورتي موضوع المان ان ميدل. مان ان ميدل دوت اللي هو بيجي ايه؟ اللي انت بيبقى بتبعت ريكوست مثلا وحد بيخش في النص مثلا بيعدل فيها او كده، فبتبدا ان انت طبعا لو اتش تي تي بي بس ده بتبقى يعني بتبقى نايمه، فانت هنا بتعمل له انفورس اللي هو يبقى اتش تي تي بي اس، تمام. دي كده برضو حاجه من ضمن السكيورتي. ابدا بقى اجي للايه؟ بفاليديت التوكن. قال لك اوبشنز دوت توكن فاليديت بارامترز. طب انا هفاليديت التوكن ده زي ما انا قلت لك ازاي اضمن ان التوكن ده طالع من الباك اند عندي؟ عندي حاجه اسمها فاليديت ايشور. هل هتستخدمها؟ بقول له اه والله ترو، فاليديت الايشور دي، تمام. انت دلوقتي الايشور اللي عندك في الباك اند ايه؟ فوالله بروح جاي كده مديها له. لو جيت هنا كده اروح جاي مديها له. اجيبها منين؟ من الكونفيجريشن جي دبليو تي ايشور اللي هي فين؟ اللي هي في الاب سيتنج فايل هنا اهي. هديله الايشور دي، تمام. طيب دلوقتي انا بعد ما اديته الايشور هو كده هيتاكد ازاي؟ هو هيروح هيفك بقى الجي دبليو تي اللي معاه، هيشوف هل الايشور اللي عندي دي على فكره الاب سيتنج فايل ده ما بيترفعش، ماشي. يعني احنا ممكن يكون بنرفعه بس هو ما بيترفعش، ده داتا سريه. لو لقاها هي خلاص هيعدي ايه من الفاليديشن دي. يبدا تشوف الاودينس. الاودينس والله الناس اللي هيسمعوني ايه؟ والله انت عايز تفاليديت بيها هقول له ترو. طب ابعت لي بقى وريني انت هتفاليديت باني واحد. والله بعت له ايه؟ الحاجات بتاعت الاودينس. بعد كده فاليديت اللايف تايم. ابدا فاليديت. عايز تعمل فاليديت لللايف تايم عشان هو لو اكسبيريشن ما قبلوش هقول له اه فاليديته، تمام. طيب عندنا بقى السايننج كي. السايننج كي اللي احنا كنا قلنا عليه السكيورتي كي. هيبدا برضو ان هو بعد ما يفك زي ما قلت لك هو بيطلع كذا حاجه. بعد ما يفك هيطلع الرولز بتاعت النيم والايميل والاي دي واليوزر رولز، ومعاهم الثلاث حاجات دول بيفاليديت بالثلاث حاجات دول. طب ايه لازمه الحاجات الباقيه؟ عشان ابدا ان انا اثق فيه، تمام. في حاجه بقى اسمها كلوك سكيو تايم سبان دوت زيرو. ده بيقول لك يعني ان انت دلوقتي التوكن دوت يعني لو هو خلاص هو موجود عندي في السيستم وخلاص حصل له اكسباير، المفروض يعني في السيستمز او في السيرفرات يعني بيبدا ان هو يديله 5 دقائق، تمام، ان هو يفضل شغال. اعتبر مثلا ان انت عادي التوكن موجود عندك وانت فاتح الموقع، تمام، والتوكن قفل عليك حصل له اكسباير وانت جوه وبتعمل حاجه. انا في السيستم بتاعي عشان اخلي السكيورتي عاليه قلت له التايم سبان زيرو. الكلوك سكيو ديت خليها التايم سبان زيرو. هي الديفولت بتاعي بيقعد 5 دقايق معاك في الموقع شغال بعد ما يخلص. لا انا قلت له اول لما يخلص ايه؟ قول له على طول ان انت خلص وخرجه بره، تمام. ده هنا حته ان انا بفاليديت التوكن.
دلوقتي بقى نيجي لحته مثلا، الحته دي يعني مهمه، ممكن تكون تبقى مهمه برضه عشان المشاريع اللي قدام، حته السيجنال ار. طب ما انا السيجنال ار دلوقتي اما بيبعت ريكويست، هو بيبعت الريكويست ولا بيبقى فيها هيدر ولا بيبقى فيها الكلام ده كله، فانا هجيب التوكن منين للسيجنال ار وهفاليديته ازاي؟ فهو بيقول لك اون مسج ريسيفد من السيجنال ار ديت، ببدا اكسس التوكن من الكويري، يبقى الفرونت اند هيبعت لي ايه؟ هيبعت لي جي دبليو تي من الكويري. تمام. وبعد كده ابدا افاليديت عليه بقى از نال اور امبتي، وابدا اتشيك ان هو فعلا باعت الريكوست بتاعتي، بعتها لسلاش نوتيفاي. سلاش نوتيفاي دي اللي هتلاقيها في البروجرام ايه، في البروجرام دوت سي اس تحت اللي هو بيتشيك عليه. تمام. بس انا دي الهابس، يعني الهابس بتاعتي انا في النوتيفيكيشن هاب اللي انا عاملها. ف بس فهنا دي بقى اللي انا ببدا اقول له والله كونتكست التوكن، خلاص انا كده خلاص خدت التوكن واعتمده، واقول له ريتيرن التاسك كومبليت سيرفيس. دي كده اهم، يعني دول كده يعتبر اهم تو. لحد دلوقتي احنا شرحنا التوكن والتو ميثودز، دول يعتبر اهم ثلاث حاجات اصلا. الباقي كله سهل اصلا وكلكم هيبقوا فاهمين. فلحد دلوقتي في حاجه هنا مش واضحه او في التوكن؟ سامعيني اصلا؟ مظبوط مظبوط. زياد تمام. ومصطفى؟ تمام اه. ماشي. ومعاذ يا ابني. وكابتن معاذ طبعا. طب هو معزش، يا معاذ. هو حاضر غايب، خلينا نكمل عشان ايه ما نضيعش وقت. معاك. خلاص ماشي. دي دلوقتي الثلاث حاجات. طب انا دلوقتي هل انا فاليديت على باسورد؟ انت تقول لي طب هتستخدم دلوقتي مثلا ال الهاش ازاي؟ يعني لو جيت في الريكويرمنت كده مثلا، لو جيت هنا مثلا هتلاقي ان هو بيقول لك عايز يستخدم باسورد سكيورتي يوزنج سالت وهاشنج. احنا دلوقتي لحد دلوقتي لسه ما اتكلمناش في اي حاجه ليها علاقه بالباسورد. تعالى بقى ايه نتكلم في موضوع الباسورد ده. برضه اكستنشن موجوده عندنا في الاكستنشنز اللي بتاعتنا، حاجه اسمها انا بانجكت الايدنتيتي كود. ايه اصلا هي الايدنتيتي كود؟ الايدنتيتي كود دي مكتبه بتوفر لي شويه ميثودز، انا بضطر ان انا اعدلها بايدي، او مش بضطر، انا بعدلها بايدي، بغير الديفولت بتاعتها عشان ابدا اقوي السكيورتي عندي في الموقع، ما حدش يقدر ياكسسه. طيب بناء على ايه؟ والله انا مثلا اول حاجه عندي حاجه اسمها انجكت ايدنتيتي كور. تمام. وحاجه اسمها ريت ليميت. اول حاجه الانجكت ايدنتيتي كور ديت بتعمل ايه؟ بتخليك تلعب في الموضوع اول حاجه بتلعب في الباسورد، بتبدا تحط ريكوايرد باسورد مثلا، الحاجات اللي انت عايز تضيفها على الباسورد. وبتبدا ان انت مثلا تتعامل لو هتبعت او تي بي، ما تكريتش الاو تي بي بايدك، لا انت بتخليه هو يديك ميثودز جاهزه بيكريت لك بيها الاو تي بي. طب يكريت الاو تي بي بناء على ايه؟ بناء على ايميله، بناء على الاي دي بتاعه، وهكذا. بيعمل رقم مش هيتكرر تاني، عكس ما انت تعمل دوت راندوم وتبعت له انت او تي بي ممكن يتكرر. هنا هو بيبقى بيهندل الحته دي كلها. تمام. بيهندل ايه تاني؟ بيهندل والله حته ان انا لو جيت دلوقتي مثلا على اند بوينت، تعال نشوف كده مثلا كنترولر من الكنترولرز اللي عندنا مثلا زي الادمن، الاقي إن مثلا حوار الاوثرايزد والرول دي، هو هنا مش هيعرف الموضوع دوت. تمام. غير لما انت تروح فين؟ غير لما انت تضيفها له هنا مثلا اد رولز، فبقول له والله خلي بالك ان انا هستخدم موضوع الرولز ده عشان ادي بريميشن. تمام. وبتبدا تديله الانتيتي فريم ورك بتاعك اللي انت الدي بي كونتكست اللي هيكلم الداتابيز عشان يبدا ياكسس هو الرولز اللي عندك في الداتابيز، وبناء عليه يعمل لها فيريفيكيشن. تمام. وبعد كده تعمل اد ديفولت توكن بروفايدر، البروفايدر بتاعك انت مش تعمل فيه حاجه. طيب ايه اللي بقى اللي انت عملته في الاوبشنز هنا دوت؟ والله انا اول حاجه قلت له ان الاد ايدنتيتي كور ديت هتاخد منك ايه؟ هي محتاجه منك الابلكيشن يوزر، جدول الابلكيشن يوزر عشان تبدا تاكسسه. بقول لها والله خلي بالك انا الباسورد بتاعي دوت ريكواير ديجيت، انا محتاج ديجيت في الباسورد بتاعي يعني ارقام. دوت ريكوايرد لور كيس، محتاج حاجات صغيره. دوت ريكوايرد نون الفا نيوميريك. دوت ريكوايرد ابر كيس. دوت ريكوايرد اللينس ما يقلش عن 6. فاهم؟ دي كده حاجات انا بعمل بيها ايه؟ بعمل بيها انا المتطلب ده، باسورد سكيورتي يوزنج سالت اند هاشنج. فانت هتقول لي مثلا فين السالت اند هاشنج؟ السالت اند هاشنج هو كده كده موجود في الميثود بتاعت الاد ايدنتيتي كود دي. هو كده كده بعد ما بينفذ دول هو بيعمل السالت وبيضيف السالت وبيضيف الهاشنج. ايه فايده السالت؟ السالت دي هي جايه من اسمها ملح. طب ايه لازمتها؟ انا مثلا تخيل ان انا ضفت باسورد مثلا 1 2 3، وزياد مثلا جه ضاف باسورد 1 2 3. تمام. كده الهاش بتاع زياد هيبقى زي الهاش بتاعي بالظبط. فكده معناه ان انا لو معايا ايميل زياد وجربت الباسورد بتاعي هيخش. فالسالت ده بتبقى حاجه راندوم بتبدا ان هي تضاف هنا زياده، كل زياده بقى على كل واحد. لو انا جيت ضفتها هنا مثلا السالت بتاع زياده هيبقى كده، والسالت انا بتاعي مثلا هيبقى اي حاجه تانيه. فبيبدا يغير ايه؟ بيبدا يغير بقى الباسورد بتاعي، فالهاش كده هيطلع مختلف. ده كده موضوع السالت هو اللي بيتم بيه بمكتبه او طريقه اسمها بي ام، مش فاكر اسمها بي ام بي كي باين، بيتهيألي اسمها حاجه زي كده. ده يعني الميثود اللي بتكريتها جوه المكتبه. انا مش هنتعمق يعني للدرجه دي، بس عشان لو اتسالنا يعني انا برضه هبقى افتكر اسمها. بس بعد كده بعد ما عملت الحاجات على الباسورد، تمام، لسه ما شرحناش السطرين دول. السطرين دول بيقولوا لك ايه؟
والله عشان انا اعمل فورجيت باسورد، تمام، كل اللي انت هتعمله هتبقى محتاج ان انت تكريت او تي بي، صح؟ طيب والله الاو تي بي دوت هتستخدمه ازاي؟ في الاول خالص انت كنت هتروح بقى تعمل فانكشن تقول لي رجع لي راندوم، وتخش تتشيك هل الاو تي بي دوت انت كررته في الداتابيز قبل كده ولا لا، والكلام ده كده كله. لا، انت والله بتيجي تقول له اوبشنز دوت توكنز دوت باسورد ريسيت توكن بروفايدر. انا دلوقتي هحط فانكشن ان انا عندي لما اجي اعمل ريسيت للباسورد، انا هبقى محتاج ان انا فانكشن جاهزه استخدمها عشان اجيب بيها او تي بي يجنريت هو او تي بي. تمام. فبتبدا تقول له ايه توكن اوبشنز دوت ديفولت ايميل بروفايدر، يعني للايميل اللي انا هبعته لك دوت ابدا ان انت يعمل لي ميثود اسمها باسورد ريسيت. فانا كده لما اجي استخدمه اقول لك ايه var او تي بي ايكوال اويت يوزر مانجر جنريت باسورد ريسيت، وهدي له ايه، هدي له اليوزر كله. هو بقى ياخد من اليوزر الايميل، هيطلع لي في الاخر او تي بي انا ضامن ان هو ما اتعملش قبل كده. نفس الكلام انا بستخدم او تي بي تاني في السيستم، بستخدمه امتى؟ لما باجي اعمل تشينج ايميل، عايز اغير الايميل بتاعي في السيستم، خلاص بقول له والله اوبشنز دوت توكن دوت تشينج ايميل توكن بروفايدر. كل دي حاجات انا يعني الحاجات دي موجوده كده كده ديفولت، يعني لو جيت كده تشينج ايميل توكن بروفايدر، ممكن لو تشينج الفون نمبر تشينج كذا حاجه بتبدا تستخدمها. توكن اوبشنز دوت ديفولت ايميل بروفايدر، برضه هديك الايميل تبدا ان انت من خلاله تدي له الاو تي بي، تكريت الاو تي بي ده. تمام. بس ادي كده احنا خلصنا كل ده. نيجي بقى للحته ديت، الداتا بروتكشن، التوكن لايف تايم سبان اللي هو يبدا ان هو يعيش معاه قد ايه. والله بقول له التوكن ده مثلا هيعيش لمده 5 دقائق. موضوع التوكن ده يقعد قد ايه يتكريت؟ والله 5 دقائق. تمام. تعالى بقى نرجع لحته الريت ليميت دي، سيبك بقى من الحته دي كده كلها، انا اصلا السطر ده ممكن امسحه، ماشي، بس خليه. انجكت ريت ليميت، يعني ايه ريت ليميت؟ انت دلوقتي تخيل مثلا معايا ان انت في السيستم بتاعك بتعمل واحد عمل الاو تي بي ده، واحد ان هو مثلا هيبدا ان هو يتعامل مع الاو تي بي وبدا ان هو يعمل فورجيت باسورد. هنفتكر ان هنفترض ان الراجل ده هاكر، تمام. طب الهاكر دوت جه يعمل ايه فورجيت باسورد، المفروض ان هو ايه، انا هبعت له او تي بي وهو يجربه، صح كده؟ طب والله الاو تي بي ده متكون من كام؟ اي او تي بي في اي سيستم هتلاقيه متكون من 6 ارقام، هتلاقيه متكون مثلا من 6 ارقام. اكبر رقم اصغر رقم فيهم هو 0 0 0 0 0 1. طب واكبر رقم فيهم كام؟ 9 9 9 9 9 9. تمام. مفيش حاجه هتعدي اكتر من كده من 6 ارقام. طب يجي الهاك بقى يقول لك ايه، انا والله هروح باعت ريكويست، انا خلاص انا كده انا عارف الايميل بس مش عارف الباسورد. يقول لك انا هبعت ريكويست، هبعت ريكويست، الريكوست دي هتحمل بطريقه ما معينه يعني، هبعت له الارقام كلها اللي ما بين 0001 لحد 6 تسعات. فبالتالي كده كده الرقم بتاعي اللي هم السته اللي انا بعتهم للايميل هيبقى واحد من دول، فاهم؟ فانت هنا الفكره بقى في ايه، ان انت عايز ايه، ما تجيبش ريكوستات كتير كده على الموقع بتاعك. بيجي بقى هنا مهمه الريت ليميتنج. الريت ليميتنج مهمتها هي برضو حاجه الايدنتيتي كور بتديها لك، بتقول لك ان انت بتديها اوبشنز بتحدد ايه. والله بتحدد انت محتاج في مثلا في الدقيقه، باجي اقول له مثلا ايه، لو جينا بص اوبشنز دوت اد فيكسد ويندو ليميتر، هسميها او تي بي بوليسي. الاو تي بي دوت ويندو، والله باجي اقول له هنا ايه التايم تو اكسباير از 2 مينيت. يعني ايه تايم اكسباير تو 2 مينيت؟ والله انا جيت حددت له هنا ان البيرميت ليميت هما 3 تايمز بس، يعني انت قدامك في خلال دقيقتين، بالبلدي بقى كده، قدامك في خلال 2 مينتس ان انت تبعت للسيرفر بتاعي 3 ريكوست. تمام. انت معاك في دقيقتين تبعت 3 ريكوست، هم لنفس الاند بوينت، تقعد تبعت لنفس الاند بوينت نفس الريكوست، فاهم؟ طيب والله انت استهلكت ال3 اند بوينت دول، بقول لك بقى حاجه اسمها اوبشن كيو ليميت ايكوال زيرو. يعني ايه؟ يعني كل ريكوست انت هتبعتها اصلا مش هتوصل عندي انا هرميها حرفيا، فاهم؟ مش حتى مش هسيبها على جنب، انا حرفيا هرميها، هعمل لها ريجكت. تمام. ليه؟ ان انت دلوقتي خلاص انا هتشيك كده ان انت مثلا انت كده بتهاك مثلا او بتبعت ريكوستات عايز توقع السيرفر بتاعك، ده برضه من ضمن حاجات السكيورتي. الحاجات دي طبعا ممكن ما تبقاش موجوده هنا، بس يعني هي من ضمن برضه السكيورتي اللي لازم تتم في السيستم. طيب انت بعد ما والله عملت الاو تي بي بوليسي اللي انت سميتها بيها ديت، تبدا تقول له بقى ايه، والله الحته اللي تحت ديت بقى ان هو المفروض لما لو هو عمل كده فعلا وعمل ال3 ريكوست دول والسيرفر عندي بدا يعني انا قلت له والله ان خلاص انت دلوقتي اتعامل مع ده كأنه هاكر، ايه اللي بيحصل؟ بريجكت الستاتس كود، ببدا اجهز الرد بتاعي بقى، بقول له من حاجه ستاتس كود هتساوي 429. 429 بيرمز لايه؟ بيرمز لحاجه اسمها تو ميني ريكويست. يعني انت كده بتبعت ريكوستات كتير فانا شكيت فيك. قال لك اون ريجكت، اول لما ارفضه ابدا جهز لي الرد بتاعي كونتكست اتش تي بي كونتكست ريسبونس ستاتس كود هتساوي الستاتس كود اللي احنا عملناها، والله الكونتنت تايب ابلكيشن جيسون، والريسبونس بتاعي هبدا اعمل له رابر بالاي بي اي ريسبونس بتاعي اللي انا عامله في السيستم. الداتا طبعا هتكون بنال. المسج اللي انا اقول له ماكسيمم اتمبر ريتش بليز تراي اجين افتر 2 مينيت. وبعد كده الستاتس كود اللي انا بعتها 429 للفرونت اند. بعد ما خلصت اروح باعت له ايه الرايت از جيسون، واروح باعت له الريسبونس بتاعي. تمام. واقول له ان الكانسليشن توكن، وابعت له ايه التوكن بتاعي ان التوكن ده كده.
ده كده الريت ليميت. لحد هنا الاثنين فانكشن دول فيهم حاجه؟ زي الفل. انت طبعا كل ده انت ممكن يكون اصلا كل ده مش مطلوب، بس هو كل ده مهم. فاهم؟ هي بقى انت كده كده ممكن اصلا نقع مع معيد مثلا يقعد بقى ان هو فاهم معقد نفسيا، يقعد يقول لك انا مثلا لا اصل انت هنا، ويقعد يخش معاك بقى يقول لك طب هي دي شغاله ازاي والكلام ده كده كله. فلو وقعنا مع واحد زي ده محدش ايه يرد ويكبره دماغه، اهم حاجه ان احنا بنطلع بالمعلومه فكرة بنستفاد منها. في 4 أنواع من الريت ليميت. في 4 انواع من الريت ليميت، اللي هم لو عندك المعلومه فدنا بيها يعني. مش بصراحة مش فاكر، بس بقول لك يعني بقول لك عشان ممكن تبحث عنها وتشوف الفرق بشكل أحسن يعني، عشان مش فاكر أوي. ماشي، انا عارف ان انت بيبقى في ريت ليميت ليها علاقه باللوجن، اللي انت ازاي يعني افرض هو لوجن عمال يلوجن كتير وهو مش هاكر مثلا، عارف ان انت ممكن تاكسس حاجه زي دي وهكذا. المهم كل ده عشان يشتغل في الاول وفي الاخر، انت طبعا هنا عملت ايه الموضوع الاو تي بي بوليسي دي. انت هتروح تشغلها بقى مثلا ازاي؟ تيجي على الكنترولر كده مثلا، والله تعالى نيجي على الكنترولر بتاع الاوس ده مثلا كده. ادي اللوجن تمام، والله قلت له اتش تي بي لوجن. طبعا ده يبقى الديفولت بتاعه allow anonymous. allow anonymous دي بتتكتب هنا فوق الكنترولر عشان اقول له ان اي حد يقدر ياكسسها، مفيش اوثرايزيشن عليه. ده اللوجن عادي يعني. خلاص والله ادي الفانكشن اللوجن، وادي الريجستر تمام، وادي اللوج اوت. ادي كده دول الثلاثه اند بوينت. تعال نشوف بقى السكيورتي كنترولر بيقول لك ايه. بص الفورجيت باسورد، بيقول لك انا هعمل لك ايه، والله العظيم انا بعد ما انت تدوس فورجيت باسورد ويبعت لك او تي بي، انت المفروض هتروح تدخل الاو تي بي ده في انبوت صح؟ قمت جاي اعمل له انيبل ريت ليميتنج، وبعت له البوليسي اللي انا ايه معدل عليها، اللي انا كنت لسه معدل عليها في الاكستنشن، في الايدنتيتي اكستنشن، هي الريت ليميت او تي بي بوليسي اللي انا عاملها. الويندو والبيرميت ليميت والكيو ان هو يخرج ايه لو الحاجه كتير. والله فعلتها مثلا على الاند بوينت دي. هل ده ممكن انا افعلها على كذا حاجه؟ ممكن تفعلها، بس ايه انا بفعلها على الحاجه اللي فيها الاو تي بي، انا مطبقها. فاهم؟ المهم ان انا مطبقها في المشروع. طيب انا والله اند بوينت تانية مثلا مطبقه فيها، هتلاقيني هنا مثلا بقول له الاو تي بي ايه. تقول ايه؟ تقول حاجه؟ ما حدش قال حاجة. ماشي. تيجي مثلا هنفعلها فين تاني؟ نفعلها مثلا في الفيريفاي او تي بي. فانكشن اسمها فيريفاي او تي بي مثلا، هيبدا يعملها اللي هي بتاعت ان هو برضو لما يدخل او تي بي. هي برضو اللي فوق ديت كانت يعني هنا بيبعت او تي بي وهنا بيبعت او تي بي في التو ميثودز دول. واحده في الفورجيت باسورد هيبدا يبعت الاو تي بي بتاعه وانا بفيريفايه، برضو نفس الكلام. بس الفيريفاي ديت غالبا بتستخدم عشان الايميل تشينجز. الفيريفاي اللي هنا دي بتستخدم عشان الايميل تشينجز، ففعلت برضو فيها ايه الريت ليميت. طيب احنا لحد دلوقتي ما شفناش مثلا في حته برضو فين مفعله برضو هنا اهو في الكونفيرم ايميل تشينجز، عشان هيبدا برضو ان هو يبعت الاو تي بي بتاعه معايا، مفعلها هنا برضو. وعامل ان دي اوثورايزد ودي اوثورايزد، ان لازم كل دول يكونوا ايه لوجن، عشان يفيريفاي الايدنتيتي بتاعتك البطاقه بتاعتك، وعشان يفيريفاي ان انت عايز تغير الايميل او عايز ان انت تاكد تغيير الايميل بتاعك. كل ده اوثورايزد، لازم انت تكون لوجن في السيستم. اوثورايزد دي كل اللي بيقول لك عليها ان انت لازم يكون معاك توكن فاليديشن بس، وموجود عندي في الداتابيز. نيجي بقى ايه لحد دلوقتي احنا اتكلمنا عن اليوزر لوجن، عملنا لوجن سيستم وعملنا باسورد سيكيورتي زي الفل. يبقى الاثنين دول ايه خلصوا. طب هتيجي مثلا تقول لي الاوثنتيكيشن ميكانيزم ده احنا مطبقينه فين؟ الاوثنتيكيشن ميكانيزم ده اللي احنا كنا مطبقينه لما الجي دبليو تي بيتبعت بتاكد منين ان ده خارج من عندي من الباك اند، اللي احنا كنا مطبقينه لو رجعنا كده تاني الاكستنشنز السكيورتي سيرفيس اكستنشن الاد جي دبليو تي دي، اللي هي الفانكشن دي اللي انا بتشيك فيها عن طريق الايشوار والاودينس والفاليديت لايف تايم وهكذا. يبقى احنا كده مطبقين. ماشي، احنا كده مطبقين ايه الاثنين دول. تمام. تيجي بقى لحته الاوثرايزيشن سيستم والرول بيست، هل احنا مطبقينه؟ اه مطبقينه، احنا عاملينه، بس احنا لسه يعني احنا عاملينه مجهزينه، بس لسه ما شفناش اند بوينت متطبق عليها الكلام ده، هي واليوزر بريميشن. طيب تعالى بقى كده لو جبنا ده، تعال نشوف بقى اند بوينت مثلا لازم يبقى عليها الرول مثلا او كده. ادي اول حاجه اوثرايزد، والله الاند بوينت بتاعت الادمن دي ما ينفعش ياكسسها غير رولز ادمن. هو عرف منين كلمه الرولز وعرف منين اللي فيه رولز ادمن؟ ان انت كنت عامل له في الايدنتيتي، لو رجعت الايدنتيتي كده تاني كنت قايل له والله ان انت هنا قايل له ان انا اد رولز وهات لي عشان كده اديته اصلا الكونتكست بتاع الداتابيز عشان يخش هو الجدول الرولز ويبدا يعرف ايه الرولز اللي عنده. تمام. ارجع كده للادمن تاني، هتلاقي ان انا بقول له والله ان كل الكنترول ده كده انا باوثرايزه بالادمن. دي بقى هي بقى انا ما اعرفش دي هتحسبها رول بيزد اكسس ولا يوزر بريميشن، انا مش عارف الصراحه. فاهم؟ فانا دلوقتي الرولز بتاعتي مثلا بقت ادمن. بس ببدا ده هنا مثلا خلاص، بعد ما انا كل اللي خلاني اعمل كده اصلا هي الاعدادات اللي انا وريتها لكم في الاول. في الاول خالص لو انا مش عامل الاعدادات وعملت كده مش هتفعل عادي.
تعالى برضو نعمل رولز تانية مثلا. شوف كده، ممكن بروبرتي كنترولر اعتقد ان مثلا. هي ممكن يكون قصدها في الرول بيزد اللي هي زي اللي انت عاملها اليوزر بيرميشن، ان انت مثلا كيوزر ما تقدرش مثلا تعدل بيانات يوزر تاني، بس تقدر تعدل يوزر الحاجه بتاعتك انت بس. ما هي دي بقى بتيجي منين الموضوع اللي انا اما مثلا ما اقدرش اعدل بيانات يوزر تاني. الكلام ده حلو برضو السؤال ده. الفكره هنا اللي هو كان جه هنا كده مثلا بيقول لك هو مصطلح قصدي يعني ان انت اليوزر بيرميشن دي ان انت يوم ما تيجي تعدل ما ينفعش تبعت لي اي دي بتاع يوزر تاني وتعدله. طب انا الكلام ده اصلا انا قاطعه من الاول ليه؟ لان انا اليوزر بتاعي ما بيبعتش الاي دي، ما بيبعتش ايديهات بيعدلها، ما بيبعتش مثلا اي يبعت داتا. التوكن. ايوه بيبعت التوكن. طب انا من التوكن ده اول لما بتشيك التوكن ده بعمل ايه؟ ببدا ان انا باخد التوكن دوت في اي سيرفيس من السيرفيس، وانا كده كده واخد الحاجه اللي انا محتاجها منه اللي انا ايه؟ الاي دي بتاعه واليوزر نيم والايميل والرولز اللي عليه. يبقى انا كده عارف هو ايه الاي دي بتاعه، ايه لو هيغير في حاجه لازم اتشيك بيها في السيرفيس بتاعتي. عارف اسمه، عارف الايميل بتاعه، وعارف الرولز بتاعته اللي بناء عليها هتخليني احدد هو هيقدر يستخدم ولا لا. طب انا كل ده بتشيك بناء على ايه؟ بناء على الميدل وير اكسبشن بقى. انا ما اعرفش برضه هي عايزه حاجه زي دي، بس هي كده كده موجوده في السيستم. جلوبال هاندلر ميدل وير. الهاندل ميدل وير موجوده هنا اهي. ببدا اتشيك في النوت فاوند ان اوثورايزد الباد ريكويست، كل ده انا برجعه للفرونت اند. تمام، مش شرط نشرح بقى الميدل وير، كده كده كلنا عارفينها. بس دي جلوبال اكسبشن يعني. ده كده كان كود الباك اند باي حاجه ليها علاقه بالتوكن والمواضيع ديت. فانا كده قدامكم انا يعتبر كل ده المفروض متهندل. حد بقى شايف ان في حاجه مش متهندله هنا؟ عشان كده كده انت عادي ممكن تقع مع واحد معقد نفسيا يقول لك انت اللي انت عامله ده مش كفايه. انا ساعتها الصراحه هسكت، لان انا مش هبقى قادر ان انا اوح معاه.